حواوشي بخلطتي السهلة اللذيذة اللي محدش بيختلف عليها خالص. طبقة العيش كريسبي كده وتجنن، والنهاردة هنرضي جميع الأذواق. هنعمله سبايسي وعادي وبالجبنة، خطير يا جماعة. تعالوا بقى نشوف الطريقة على طول ونسمي الله ونبدأ. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة، وعندي هنا 3 بصلات كبار وعليهم قرن فلفل أحمر وأصفر وأخضر وفصين توم هينقلوا الحوش لحتة تانية خالص. هنفرمهم ناعم بالشكل ده وننزل بيهم على اللحمة المفرومة، ومعاهم بقى ملح، معلقة ملح، فلفل اسود، 7 بهارات وبس كده. مش عايزين بهارات تانية غير كده. ونعجن كويس جدا بالشكل ده، نخليها كده عجينة متماسكة وكده هي جاهزة معانا. تعالوا بقى نجيب العيش، وجهزت هنا طبق فيه حتة سمنة بلدي وشوية زيت. نسيت اقول لكم ان كمان اللحمة لازم تكون دسمة شوية، وده بيدي طعم حلو جدا للحواوشي. نفتح بقى العيش بالطريقة دي. طبعا افتحوه انتوا بالمقص، انا المقص عندي كان ضايع ففتحته بايدي كده، بس طالع مظبوط اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اخد كده كورة من اللحمة ديت، او اخد كده حتة يعني من اللحمة بالشكل ده على قد كف الايد، وهحط كده في العيش وابدأ اضغط عليه كويس جدا عشان اللحمة تتفرد كويس جدا. نفردها كويس عشان اللحمة بتكش بعد كده. ونشيل اي زيادات على الحروف كده، نشيلها خالص. ونساوي الرغيف كويس جدا، تكون اللحمة لازقة في العيش بالشكل ده. ندهن بقى بالفرشة دي السمنة البلدي مع العيش بالشكل ده. الدهون اللي تكون في الحواوشي تكون لو حابين اللي هي الضاني طبعا بيبقى حلو قوي، او الدوش يعني برضو بيبقى حلو جدا مع لحمة الحواوشي. كده خلصنا الحواوشي العادي واللي هو بجبنة، بس لسه هنحط عليه جبنة دلوقتي. نبدأ بقى نحشي السبايسي. فلفل حامي ومعلقة شطة كده كبيرة، عايزين نولعها بقى. ونبدأ نحشي بنفس الطريقة، وندهن برضو العيش بالسمنة والزيت اللي احنا عاملينه ده. هنا السبايسي انا مش مكترة منه قوي. تعالوا بقى نعمل كده رغيفين بالجبنة. الحواوشي العادي هنحط كده شوية جبنة موتزاريلا ونضغط عليه وبس على كده. ونحط كمان في رغيف كده من السبايسي شوية جبنة. يبقى احنا كده عملنا سبايسي بالجبنة وسبايسي عادي، وكمان حواوشي عادي وحواوشي بالجبنة بالشكل ده. تعالوا بقى نسويه على طول في الفرن. ممكن تستغنوا عن الفرن ونسوي على الطاسة وبيطلع حلو جدا. هعمله لكم مرة تانية يكون في الطاسة. انا هنا حطيت في الفرن ورقة فويل كده من تحت عشان اي دهون او اي حاجة تنزل عليها ما توسخليش الفرن يعني. ورصيت العيش بالشكل ده على الشبكة، وهبدأ بقى اقلبه من وقت للتاني. كل ما ياخد وش كده افضل اقلبه. كنت هنا بوريكم شايفين كده القرمشة وبس كده. وطلعته بألف هنا وشفا، طالع كريسبي وتحفة. لو عايزينه طري اول ما بنطلعه بنغطيه على طول بيفضل معانا طري. وبس كده اسهل حواوشي ممكن تعملوه.